بوفون. طبعا حارس مثل بوفون مرت عليه الكثير من هذه الأحداث وهذه الركلات وتألق فيها. الركلة الأولى لنابولي، جورجينيو أمام بوفون، وفرصة بالنسبة لنابولي التقدم الآن مع الركلة الأولى. بوفون في مرمى جورجينيو، هنا بوفون يتألق مع الركلة الأولى، يتصدر جيجي بوفون. نعم، قبضة من حديد ما شاء الله عليه. شوف اللقطة وشوف ردة الفعل، كم حارس في المرمى. هل أنه فعلا كان رجلا واحدا واقفا في مرماه، أم أنهم كانوا عدة رجال يحرسون المرمى في ثوب رجل واحد يتحرك في كل الاتجاهات؟ بوفون يتصدى للركلة الأولى، وتيفيز عنده الفرصة أمام رافائيل المتألق الآخر. رافائيل أمام تيفيز، الركلة الأولى ليوفي، رافائيل وتيفيز من اليوفي. إثارة تمتد، مباراة مثيرة حتى فيها ركلات الترجيح بدون نهاية. رافائيل كان يستفز تيفيز في اللقطة، كان يشير إلى الزاوية ووضعها في الأخرى. القائم من سعد رافائيل. بين بوفون ورافائيل كأس ذهبية، بين يوفنتوس ونابولي حكاية مثيرة جدا. والآن الركلة الثانية بالنسبة لغلام، فوزي غلام لنابولي. هدف لابن الجزائر، فوزي نعم، يريد الفوز لنابولي في زاوية قاتلة لبوفون. صعب على جيجي، ذهب في الزاوية الأخرى، وهدف لنابولي. يتقدم أبناء الجنوب، والمهمة أصبحت صعبة على اللاعب القادم في تسديد الركلة بالنسبة ليوفنتوس. اللاعب القادم هو أرتورو فيدال المحارب. فيدال لابد أن يكون على ما يرام. الركلة، الأعصاب، الجماهير. رافائيل يريدك أن تنفذها على يمناه، أين ستضعها يا فيدال؟ ركلة لليوفي، فيدال سجل اليوفي، ركلة ناجحة أيضا اليوفي. رافائيل وقال سأضعها في المكان الذي تريد، وصدها يا رافائيل. 1-1. إثارة تستمر أو الركلة القادمة لنابولي. الفرصة هي الركلة الثالثة بالنسبة لنابولي الآن، وراول البيول الإسباني مع بوفون، وهدف لراول البيول يسجل من الركلة الثالثة لنابولي. ركلتين، هدفين نابولي، 1 يوفنتوس بعد 3 ركلات لنابولي، وننتظر الركلة الثالثة لليوفي. شوف اللقطة، شوف الفرحة والروح العالية وحب الانتصار والاقتراب من الذهب. رافائيل أمام من؟ أمام بوجبا، بارد الأعصاب، هادئ، أعصابه في ثلاجة، لا يعلم ما الذي يدور في هذا الملعب وماذا يريدون كل هذه الجماهير وماذا يدور في بين اللاعبين. بوجبا الهادئ، رافائيل أمام بوجبا، وفرصة بالنسبة ليوفنتوس للتعادل مع نابولي في ركلات الترجيح. بوجبا أمام رافائيل، بوجبا الهدوء، هدف، بوجبا التألق والمهارة، بوجبا تقليعة الشعر الغريبة. هدفين الآن هدفين مقابل هدفين. والآن فرحة كل مناصري يوفنتوس، حتى بيرلو اللي كان ينتظر دوره في هذه الركلات لم يكن موجودا. أنا الآن الكرة القادمة لإيلر من جانب نابولي. إيلر أمام جيجي بوفون، من يراهن؟ هل يصدها بوفون؟ لا أعلم، ولكن إيلر أمام اختبار صعب. جيجي وإيلر يلعب كرة في المرمى، يا إيلر هدف لنابولي، وكأنهم يريدونها مهما كان الثمن. في كل مرة كانوا يتقدم يوفنتوس يتعادلون حتى في أوقات صعبة وفي أوقات قاتلة. الآن يتقدمون في ركلات الترجيح، وفرحة مناصريهم عشاقهم وفرحة كل من ينتمي لنابولي. 3 ركلات ناجحة نابولي، 2 يوفنتوس، وفرصة لي أن يتعادل في عدد الركلات وفي عدد الأهداف أيضا. من سيتقدم ليوفنتوس؟ انظر إلى الكرة وكن شجاعا. هذه ماركيزيو
تعادل ليوفنتوس، تعادل يوفي. الركلة ناجحة من جانب ماركيزيو. الآن في ركلات الترجيح، لكن من تصدى لتلك الكرة من هيغوايين قادر على أن يتصدى لها مرة أخرى. هيغوايين، جيجي بوفون، فرصة لبوفون من أجل اقتراب يوفنتوس من اللقب. أمام هيغوايين يسجل في بوفون مرة أخرى. هيغوايين قوية يا هيغوايين، جميلة يا هيغوايين، وهدف ثالث لنابولي، هدف آخر لنابولي. الأمور أصبحت صعبة، معقدة على يوفي الآن، معقدة جدا على يوفي، لأن الركلة القادمة ماذا لو ضاعت؟ ماذا لو ضاعت؟ موراتا، هل أنه جاهز ينفذ هذه الركلة؟ موراتا أمام هذه الركلة الحاسمة في المباراة أمام رافائيل. موراتا سجل موراتا، ولا يزال يوفي يحافظ على حظوظه على اماله ركله بركله. ومن سيحصل على الذهب؟ من سيفوز بالكاس؟ رافائيل، بوفون، هذه المشجعه ام هؤلاء؟ من سيكون البطل في نهايه المطاف؟ انصار يوفنتوس ام محبي نابولي؟ بوفون امام لقطه قادمه ستكون لغارغانو، والتر غارغانو الأوروغواياني. خلاص رافع حتى نظرت نزعها وترك أدار ظهره للمرمى وقال فعلت كل ما لدي. الآن سجلها غارغانو أم لم يسجلها؟ لم يعد لدينا شيء لنخسر. ركلات الترجيح لعبة حظ، لكن غارغانو هل يسجل أمام جيجي؟ يتألق بوفون وغارغانو، بوفون وغارغانو، سجل غارغانو. بدا وكأنها تريد نابولي. هل أنها تريد نابولي؟ هذه الكاس التي في كل مرة تقترب من يوفنتوس يسحبها نابولي، يقتلعها نابولي. على هذه اللقطة، على هذه الفرحة لغارغانو، وعلى اللقطة القادمة، وعلى التسديدة القادمة بالنسبة ليوفنتوس. رافائيل كان يلعب بأعصاب لاعبي يوفي في كل مرة لم يكن ناجح. الآن أمام هذه اللقطة لبونوتشي المدافع، بونوتشي المدافع، خيبة أمل أم هدف؟ بونوتشي واليوفي لا يزال قوي، واليوفي لا يزال متماسك، واليوفي يريد اللقب مهما كان الثمن. بونوتشي قوية وإثارة لم تنتهي. خلصوا المباراة عبر يا جماعة، خلصوا المباراة عبر يا جماعة. في الإضافيات مثيرة، في الأوقات الأصلية مثيرة، في ركلات الترجيح مثيرة. هل أنها ستحسم مع الركلتين القادمتين؟ ركلة لنابولي وأخرى ليوفي. ميرتنز أمام بوفون، ميرتنز وبوفون، جيجي بوفون. الله على جان لويجي، يتألق، يتصدى لكرة ميرتنز. خلاص يبدو أنها حاسمة. كيليني وكلهم مع كيليني من أجل حسم الأمور ليوفي. أما أن رافائيل عنده كلمة، هذا بوفون مثل ما كان قبل عشرات السنوات. لا تبكي يا صغيري، أولا أنها لم تحسن بعد، وحتى لو خسرتم قدمتم روح عالية، مباراة كبيرة. كيليني ورافائيل، هل يبقيهم رافائيل؟ كيليني غير معقول، ضاعت من كيليني. خلصونا وهنا ضاعت. كيليني ضيع الحاسمة، كانت تعني الفوز. نابولي هو الآخر يريد الفوز، كلهم لا يريدون التنازل، كلهم يريدون الكاس. والكاس في نهاية المطاف هي من ستختار، إما يوفي أو نابولي. كايخون لم يكن جيدا في المباراة قياسا بما لديه من إمكانيات، ولكن الركلة الترجيحية القادمة حاسمة يا كايخون، حاسمة يا كايخون. بوفون في مرمى وكايخون
الثمن. أي إثارة، أي حارس مرمى، أي قبضة يد. ما هذا يا جانلويجي؟ نعم تدخل التاريخ، والتاريخ له الفخر أن تدخل فيه. بوفون حارس كالف، بوفون ليس له مثيل. الآن الحاسمة بيريرا، الحاسمة يوفنتوس ورافائيل بيريرا. ما هذا يا سادة، ما هذا يا سادة؟ خلاص سأضطر لأن أنزل ونفذ ركلة من أجل حسم الأمور. واضح بأنها لن تحسم بسهولة. بيريرا ضيع، بيريرا ضيع يا ندفد. ماذا ضيع؟ ضيع كاس وليست ركلة ترجيح، ضيع كاس وليست ركلة ترجيح. يا الله على ردود الفعل، ويا الله على هذه الإثارة، ويا الله على هذا الجنون. يوم من الأيام الجميلة في الكرة الإيطالية التي لا ينسى. على كوليبالي اللي أخطأ في لقطة الهدف أمام بوفون. كوليبالي في القائم وفي المر يتقدم رافائيل أمام اختبار. إذا صد اللقطة، إذا صد الركلة، نابولي بطل كاس السوبر. إذا سجلها يوفنتوس نستمر مرة أخرى. الركلة القادمة بدوين، وأمام رافائيل وخلف جماهير وأعصاب ولاعبين وتركب وانتظار. وبدوين ورافائيل وحاسمة وحاسمة وبدوين. نابولي بطل كاس السوبر يا رافائيل. نعم نابولي اختارت نابولي.